احفظ الله، لأن الجواب يحفظك. ما معنى يحفظك؟ دققوا في هذا الجواب. قال: وحفظ الله لعبده نوعان. النوع الأول حفظه له في مصالح دنيا، كحفظه في بدنه، صحة طيبة، وحفظه في ولده. يعني كثير في أخطار بالبيت، فإذا واحد الله عز وجل حفظ له صحته وصحة زوجته وأولاده، هذا شيء عظيم جدا. قال: كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. احفظ الله يحفظك، يحفظ لك بدنك من الأسقام والأمراض والأدواء، ويحفظ لك أولادك، ويحفظ لك زوجتك. فإذا واحد حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وحفظ أمر الله فلم يعصه، وحفظ نهيه فلم يتجاوزه، فلم يقترفه، وحفظ حدوده فلم يتجاوزها، ألا يحب أن يحفظه الله عز وجل؟ الحفظ في بدنك وفي أولادك وفي زوجتك وفي أهلك. والمال شقيق الروح. أيام مال بالصادر، أيام البيت بتدفع حقه مبلغ كبير جدا بيطلع مضعضع، أمر بإخلاء البناية. احفظ الله يحفظ لك بدنك من الأمراض، احفظ الله يحفظ الله لك زوجتك. شو إذا واحد زوجته أصابها مرض عضال، والله من المصائب الكبيرة جدا هذه. احفظ الله يحفظ لك أولادك، احفظ الله يحفظ لك مالك. أنا بالخطبة أحيانا حينما أدعو إخواننا إلى التبرع أقول لهم: ادفع الله عنكم كل مكروه، ادفعوا ليحفظ الله لكم أموالكم وأهليكم وأولادكم وصحتكم. حديث من أروع الأحاديث. احفظ الله يحفظك أبدا، احفظه يحفظك. ما بعتقد في واحد من الحاضرين لا يتمنى من أعماقه أن يكون في صحة جيدة هو وزوجته وأولاده، وأن يحفظ الله له ماله. كل هذا إذا حفظ حدود الله، حفظ أوامر الله فطبقها، حفظ نواهيه فلم يقترفها، حفظ حدوده فلم يتجاوزها، حافظ على الصلاة، على الطهارة، حافظ على أيمانه، حافظ على رأسه وما وعى، بطنه وما حوى. هذا من جوامع الأحاديث.